مش عارفة الهاك دي هتنفع حد غيري والّا لأ، بس هي بالنسبة لي جات في وقتها. لو عندِك فرشة بالشكل ده ومتنية كده، حلها أهو يا جماعة طلع سهل. بُصّوا أنا عندي الفرشة دي، هي دي فرشة glue رموش أساسًا، بس لمّا نشف طلعتها ونضفتها، عايزة أستخدمها بقى ممكن في eyeliner، ممكن أرسم بيها على ضوافري، يعني ليها كذا استخدام. بس زي ما أنتم شايفين حالها مايل ومتنية ومش عارفة أفردها. المفروض إن دي كوباية مَيّة سخنة، المفروض إن إحنا لمّا نحط الفرشة في كوباية المَيّة السخنة هتتفرد وهترجع شكلها sharp تاني. فيالّا بينا نجرب. هي في الفيديو بصراحة حرفيًا كان عامل زي السحر، مجرد ما حطيت الفرشة اتفردت. تعالوا كده نجرب ونشوف. آدي الفرشة في المَيّة السخنة، ما فيش أي حاجة بتحصل. تعالوا أشيلها من المَيّة كده وأحاول حتى أفردها بإيدي. بُصّوا هي اتفردت شوية عن الأول كانت مقلوبة على دماغها كده وشكلها غريب، بس بُصّوا بقت واقفة على حيلها، فده مصلحة بالنسبة لي، هارسم بيها على ضوافري، ممكن أعمل بيها eyeliner. عايزة أقول لكم إن أنا كان كل ما glue بيخلص كنت باشيل الفرشة برضه كده وأحاول أفردها وأحاول أضبطها، ما كانتش راضية تضبط خالص بحيث إن أنا أعرف أستخدمها. طلع الحل بسيط يا جماعة، شوية مَيّة سخنة هيفردوا الفرشة تاني. وبس كده تركاية بسيطة، وكالعادة هاستنى رأيكم تحت في الcomments.